وصل المريض فاقدا للوعي وقلبه متوقف تماما. هنا بدأ دور CPR. يجب أن نسابق الزمن لإعادة نبضاته وإلا سنفقد حياته. تم تشخيصه بوجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر النازل. توقف قلب المريض. لكن تم إنعاشه. انتهت العملية القسطارية بنجاح وأعيد إلى الإنعاش الباطني. طحت بالزرع وجابوا لي هنا، انتبهت ورا ثاني يوم انتبهت هنا والحمد لله والشكر، هسه ما بيش.